عسلامة ومرحبا بكم في قناتي مطبخ عبورة. إن شاء الله رمضانكم مبروك. باش نجيب لكم برشا وصفات سهلين ويستحقوا التجربة. بالنسبة لليوم عنا بريك دنوني باش نستحقوا الدجاج مفروم ولا اللحم مفروم. للبهارات باش نستحقوا فلفل أحمر، كركم، شوية فلفل أسود، شوية تبلو كروية وشوية ملح بالطبيعة، شوية شوية شوية. باش نستحقوا زادة شوية زيت ما يعادل 3 ملاعق. وعندي بصلة كبيرة ومعدنوس. البصل والمعدنوس صدقوني يبنن على الآخر، وبالطبيعة كان تحبوا تستغناو على المعدنوس تستغناو عليه. توا حطيت الزيت وحطيت البصل باش نقليه نذبلو هكايا. وبالطبيعة نتوما ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم مني كل جديد، باش تشجعوني وتدعموني وديما نجيب لكم الوصفات المختلفة. كيما تشوفوا توا بعد ما ذبالو بالكدا بالكدا باش نحط الدجاج المفروم. انا الحقيقه خذيت هكايا صدر بولي مفروم، والا كيما قلت لكم تحبوا باللحم لكم كامل الاختيار. كيما تشوفوا باش ندمجوهم بالكدا مع البصل، وتوا باش نزيدوا البهارات اللي قلت لكم عليهم. نحطوا شويه برك معناها شويه من كل حاجه. انتوما والكونتيتي، المهم انا اعطيتكم العمده على البهارات، وانتوما قد ما تحبوا معناها الكونتيتي اللي تعملوها وقداش تحطوا. انا حطيت معناها كيما نقولوها 400 غرام ولا حكايه 500 غرام. حطيت نصف ملعقه من كل شيء الا بالطبيعه الملح والفلفل الاسود. وتوا كيما تشوفوا بعد ما طابلنا الدجاج بالبصل وكليكا وحسينا الدجاج يطيب باش نحطوا المعدنوس من با نخليوهم اقل من دقيقه ونطفيو على الغاز. وتوا بالطبيعة بعد ما حضرت الخليط باش نزيدو تحبوا تزيدوا قوطة باش يتماسك لكم الخليط، والا تحطوا جبن. انا هوني حطيت جبن جريير، حطيت 3 ملاعق باش نخلطهم بالكدا باش مادامهم سخانة كيا يذوب الجبن. وتابعوني للبات. الطريقه زاده متاع البات سهله على الاخر. باش نستحقوا الكاس اللي باش نكيلو بيه، زوز كيسان فرينه عليهم كيس سميد ونصف كاس زيت نباتي. حطيت تويكا زوز كيسان فرينه والكاس سميد، وباش نحط نصف ملعقه صغيره ملح كما تشوفوا، وباش ندمجوهم مع بعضهم. وتوا باش نبدا نزيد الزيت باش نبثبث البات كما تشوفوا باش نردوها مرمله. وبعد بالطبيعة باش نكملوا ندمجوا المكونات الأخرين بالماء الدافي. كما تشوفوا نزيد بشوية بشوية في الماء الدافي. وهذه البات تستحق شوية عجنين، طولوا بالكم تعجنوها بالقدا بالقدا لين تردوها سوبل. بالطبيعة للبريك دانوني فما شكون يقليه وفما شكون يحطه في الفرن. انا الحقيقة حطيته في الفرن، اما دهنته من الفوق هكا ومن اللوطة بشوية زيت. حقيقة معناها ما نحبش الزيوت برشا. وانتم لكم الاختيار، تنجموا تحضروا الكعبات وبعد تقليوهم. كما تشوفوا طريقة على الاخر، عجنتها بالكدا بالكدا، قعدت هكاك 5 دقائق نعجن فيها. وتوا باش نحلوها، باش نحطوا شوية فرينة ونحلوها تكون هكايا جويدة على الاخر. باش هكا ما تجيش معجنة. وبالطبيعة كيش نحطوا تبدا كي تبداو تحلوا فيها معناها، وتحطوا الفرن يسخن على درجة حرارة 200 درجة. وبالطبيعة يقعد وكيكة 30 دقيقة بالضبط. كما تشوفوا باش نحلوها بالكدا بالكدا، نحلوها نحاولوا ما اجود ما تنجموا معناها. وبعد تختاروا اي قالب باش تحبوا تعملوا به، تحبوا تعملوها صغيره تحبوا تعملوها كبيره. انا هوني الحقيقه عملتها كبيره وعملتها صغيره، عملت كعبات كبار وعملت كعبات صغيره وشاركت معاكم الكعبات الصغار. اما الكعبات الكبار سامحوني، اما الكعبات الصغار وريتهم لكم وبرا. وكما تشوفوا توا الكعبة كيفاش، شوفوا كيفاش جويدة ما شاء الله. تزيدوا تجبدوها كان تحبوا شوية كيا. وتوا باش تحطوا الحشوة في الوسط، وتابعوني الطريقة متاع التسكير سهلة على الاخر على الاخر على الاخر زادة. حطيت شوفوا كيفاش حطيت ما شاء الله. ان البات كي تمد كي تجبدوها عادي ما تتقطع لكمش نورمال. كما تشوفوا شوفوا كيفاه بالضغط في الاجنب نتاعها. وبعد نحضروا الكعبات الاخرين. نخليكم تتفرجوا وبعد نكملوا نوريكم بقية الفيديو بقية. شوفوا ما شاء الله كيفاه جيت.
وتوا في الطبق اللي باش نطيبوا فيه نحطوا زيت كما تشوفوا، ندهنوا الطبق بالكدا بالكدا، وبعد باش نحطوا الكعبات كما تشوفوا وباش ندهنوها من الفوق زاده بالزيت. كما تشوفوا هوني الكعبات كبار اللي عملتهم وباش ندهنهم من الفوق بشويه زيت مش برشا، وبعد بهذوما الكعبات الصغار متاعي زاده دهنتهم بالزيت كما تشوفوا. صدقوني جات بنينه على الاخر، نودكم ولا نشهيكم طريقه سهله في رمضان توا تعملوها خفافي. تك تك تجيب لكم، وانا توا ما بقى كان نقول لكم باي باي.